الثاني أو لمالك المركز الثاني شاهين لمحمد بن زاهر اليحافي الذي أبلى بلاء حسنا ونافس. متابعينا الكرام، تحدياتنا متواصلة، شوط يتلو الآخر من هنا من ميدان الأبيض. منجم السبقي والأصالة أعلنت قبل قليل انطلاقة تاسع الأشواط وشوط الختام، وختامها مسك والمخصص للإبكار مباشرة إلى مسار الشوط اللي تتقدم في هذه اللحظات هذه الشاهينية أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، بينما المركز الثاني الوصول من دانات علي بن محمد بالشرقي الوهيبي. المركز الثالث القدوم والوصول في هذه اللحظات من اللي قادمة صدعة عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع على القدوم من زاخر سعد بن مبارك بن سعد المهري. خامس التحديات مواري بدر بن سالم بن علي الوهيبي. ها هي نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة. عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى شعارك يا الغفيلي، من يغرد خارج السرب. لكن شوف وصلت زاخر، تحركت زاخر، وصل المهري سعد بن مبارك بن سعد المهري. ركز يا ابو شوق. المركز الثالث صدعه عبد الله بن سعيد بن سالم، ولكن الغفيلي المهري غير، المهري بدل. بسم الله ما شاء الله على هذا الانطلاق، على هذا الاداء الرائع والاكثر من رائع. سلام الى الجنوب، سلام الى كبوت. مشكور يا ابو شوق، مشكور على هذا الاداء الرائع والاداء المثير. المركز الثاني مناطتنا في المركز الثاني شاهينية أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي. ثالثا من وصلت مواري بدر بن سالم بن علي الوهيبي. والمركز الرابع المركز الثاني صدعة عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. والمركز الثالث مواري بدر بن سالم بن علي الوهيبي. والمركز الرابع اللي وصلتنا في هذه اللحظات شواهين عبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. وخامس المراكز من أتتنا متعبة مسلم بالرحابة الكثير. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. ننقل الميكروفون إلى أبو هيثم هناك لنقل وقائع هذا السباق. شكرا المعلق سعيد بن حميد القحافي على هذا التميز المستمر. إذن هذا هو الشوط الأخير ولحظة وصول صاحب المركز الأول إلى خط النهاية، معلن بذلك فوزه وانتصاره في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك زاخر سعد بن مبارك بن سعد المهري، حيث زاخر سجلت اسم توقيت زمني قوي، دقيقة و37 ثانية و43 جزء من الثانية، وانفردت عن بقية المراكز انفراد تام كما تابعتوا جميعا. أما المركز الثاني فكان من نصيب صدعه المملوك لعبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي الشيباني، دقيقة و38 ثانية و72 جزء من الثانية. أيضا أدت دور قوي ودور كبير تشكر عليه المركز الثالث، فكان من نصيب مواري البدر بن سالم بن علي الوهيبي. تهانينا أيضا له والتوقيت الزمني دقيقة و38 ثانية و92 جزء من الثانية. الكلمة لك يا أبو شرف. أبو هيثم، هذا الشوط صح التعبير شوط الختام، لكنه كان مسك الختام فعلا.